بعد أسبوع من جوازي لقيت جوزي جايب لي حبل طويل وحطه على السرير، وكان جايب كمان حاجات غريبة جدا. ولقيته بيقول لي أنا عايزك تكتفيني. أيوة، عايزك تربطيني في السرير بالحاجات دي وتعملي فيا اللي هقولك عليه دلوقتي. عارفة إن الموضوع ممكن يكون غريب عليكم، بس هي دي الحكاية اللي أنا هحكيها ليكم من البداية للنهاية، وانتوا عليكم تقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي. لكن قبل ما احكي لكم حكايتي، يا ريت تحطوا لايك للفيديو وتشيروه على اوسع نطاق. في البداية اعرفكم بنفسي. انا اسمي سهى وعندي 27 سنة، من محافظة البحيرة، متجوزة بقالي شهر. مشكلتي بدأت من اول يوم جواز، لكن هحكي لكم حكايتي من قبل ما اتجوز. انا اتعرفت على شاب في الشغل بتاعي، كنت انا وهو لسه متعينين جداد في المكان، وكان ما بيننا صداقة وزمالة قوية جدا. حتى لما كان في حد فينا بيغيب، كان التاني بيشيل مكانه وبيشيل شغله. كان كل اللي ما بيني وما بينه أخوية، مش أكتر من كده. بالرغم من ان انا كنت برتاح ليه قوي وبحب التعامل معاه جدا، ومع الوقت بدأت ان انا اعجب بيه لما حسيت ان هو جدع وليه عنده مكانة خاصة. يعني ما كانش بيعاملني زي بقية زمايلنا، وده بصراحة كان مخليني فرحانة جدا من جوايا بالتميز ده. أهلي كان دايما بيتضايقوا مني في معظم الأوقات بسبب إن أنا ما كنتش بوافق على أي حد بيجي يتقدم لي، ومع استمرار رفضي للعرسان اللي كانت بتيجي، أهلي كانوا خلاص أيقنوا إن أنا خلاص هعنز بسبب حاجة زي كده. بس أنا مشكلتي إن أنا كنت متمسكة برأيي، لأني كنت عايزة الشخص اللي أنا اختاره، أو بمعنى أصح الشخص اللي أحس إن هو يستاهلني ويستاهل إن أنا أخطي خطوة زي ديت، زي خطوة الجواز. خطوة كبيرة جدا. هما طبعا ما كانوش متفهمين حاجة زي دي، لأنهم كانوا عايزيني أتجوز وخلاص، ما كانوش مقتنعين بتفكيري في الموضوع ده. وعدت فترة، وبعدين اتفاجئت بزميلي اللي في الشغل، وده كان اسمه أحمد. اتفاجئت بيه إن هو معجب بيا وعايز يجي يتقدم لي. أنا طبعا ما كنتش مصدقة نفسي، لأن أنا كمان كنت معجبة بيه، لكن ما تخيلتش إنه ممكن ياخد خطوة زي دي، خطوة الجواز. ما كنتش مستوعبة بصراحة، لكن في نفس الوقت كنت فرحانة ومتوترة. أيوة، الاتنين في وقت واحد. وكنت بسأل نفسي امتى اخد قرار زي ده وهو طول الوقت كان بيعاملني عادي، وازاي ما لاحظتش اعجابه ده طول الفترة دي. واللي خلاني استغرب اكتر لما لقيته بيقولي ان هو معجب بيا بسبب ان هو شايفني ان انا شخصية قوية وصارمة جدا في التعامل. طبعا كلامه ده خلاني استغرب اكتر واكتر، لاني بكل بساطة كنت مفكرة ان الراجل بيحب الست الهادية اللي بتسمع الكلام، لانها اكيد بتكون مريحة جدا في التعامل وبتكون مطيعة لجوزها في كل حاجة هو بيطلبها منها. لكن انا لقيته بيحبني علشان شخصيتي القوية وصرامتي في التعامل. ده اللي كان مخليني مستغربة الموضوع قوي. بصراحة قلت يمكن هو بيحب الست الجامدة علشان تكون سند ليه في الحياة وتبقى واقفة في ظهره دايما. المهم، انا ما خليتش التفكير ده يضيع فرحتي، وكنت فرحانة جدا وان انا اخيرا لقيت الشخص المناسب ليا. واول ما قلت لاهلي طبعا ما كانوش مصدقين نفسهم ان انا اخيرا وافقت على حد، حتى ان هم سرعوا كل حاجة وما اعترضوش على اي حاجة خالص، زي ما يكون كل همهم ان هم يفرحوا بيا ويجوزوني وخلاص. اهل خطيبي قالوا ان الشقة جاهزة والعفش جاهز وكل حاجة جاهزة، علشان كده هنعمل الخطوبة. والخطوبة هتقعد سنة بس، او ممكن اقل كمان، بما ان احنا كمان جاهزين. طبعا انا لما حسيت ان مدة الخطوبة هتكون قليلة اتوترت قوي، لاني مهما كان برضو انا كنت عايزة اتعرف على شخصيته اكتر، عايزة اتعرف على الشخص اللي هيكون جوزي اكتر واكتر. بالرغم من ان احمد حنين جدا وكان كريم معايا ومش بيستخسر فيا اي حاجة، بس برضو كنت متوترة قوي لان ده جواز مش لعب عيال. لكن اهلي كانوا دايما بيطمنوني
وما كانش عندهم اي مانع ولا اي اعتراض ان احنا جوازنا يكون في اقل من سنة. انا كمان قررت ان انا اخفف من التوتر بتاعي ده، وقلت انا كده كده عارفاه من قبل الخطوبة بكتير، يعني مفيش فيه اي حاجة مختلفة عن الخطوبة. الاول كنا بنتقابل وبنقعد، وبرضو بعد الخطوبة بقينا بنتقابل وبنقعد، وبس كل اللي زاد علينا ان احنا بقينا نتكلم اكتر في التليفون. واللي استغربت له في فترة الخطوبة بتاعتنا ان هو مهما كنت اعلي صوتي عليه او ازعق فيه او اشتمه ما كانش بيعترض خالص، بالعكس كان بيبقى مبسوط مني جدا. وكنت بلاقيه بيقولي انا بحبك وانتي متعصبة، وبحبك اكتر لما تتعصبي عليا، بحس كده ان انتي شخصيتك قوية وجامدة، انا عايزك كده على طول. انا طبعا استغربت من كلامه، ولما لاحظ استغرابي ده لقيته بيقولي انا بتريق عليكي، ما تاخديش في بالك حاجة من دي. وفعلا ما اهتمتش بكلامه، وفضلت مركزة بس في الاسلوب والوضع الاساسي، وانه كان كويس معايا جدا وحنين قوي. وبعد الفرح كانت الدنيا ماشية زي الفل. اي نعم انا كنت متوترة جدا، لكن في الاول هو خفف من توتري ده. كنت مبسوطة جدا معاه، ومبسوطة بحياتي اللي خلاص استقرت، وبقيت مع شخص كويس وحنين عليا، وكمان كان بيحبني وانا كمان بحبه. لكن من بعد ما عدى اول اسبوع من جوازنا لقيته جايب حبل طويل وحطه على السرير، وجايب كمان حاجات غريبة. ايوه زي ما بقولكوا كده، جايب لي عصيان وحبلة وحاجات غريبة. ولقيته بيقولي انا عايزك تربطيني بالحاجات دي وتعملي فيا كل اللي هقولك عليه ده بالحرف الواحد. طبعا انا كنت واقفة مصدومة ومش فاهمة حاجة خالص. وبعدين لقيته بيقولي عايزك تخربشيني في جسمي وتبقى انتي المتحكمة في العلاقة اللي ما بيني وما بينك. انا سبتك اسبوع كامل اهو، يعني اكيد عرفتي ايه اللي بيحصل ما بيننا بالظبط. طبعا انا كنت في حالة صدمة وما كنتش مستوعبة اي حاجة من اللي هو بيقولها ديت. ازاي يطلب مني حاجة زي دي؟ وازاي الشخص اللي انا اخترته من وسط ناس كتير يبقى شخصية قذرة بالطريقة دي؟ انا في الاول طبعا اعترضت، وبعدين لقيته بيقولي ان اي حاجة على سريرنا بتبقى عادي طالما ما بنعملش حاجة حرام ولا تغضب ربنا، ومن حقي ان انا امارس معاكي العلاقة بالطريقة اللي تعجبني انا. ولو انتي اعترضتي على اي حاجة من اللي بقولك عليها دي يبقى انتي كده مش مطيعة لجوزك، وكده ربنا هيغضب عليكي. انا سؤالي ليكوا يا جماعة، هل من حقي ان انا استغرب واعترض على تصرفاته دي وامنعه من ان هو يجرب معايا الحاجات اللي هو بيقول عليها دي، ولا هيفضل بالاسلوب ده؟ ولا فعلا انا عندي حق ولا هو اللي عنده حق؟ ولا عادي اي حاجة جوه اوضة نومنا ممكن او مباح ان هي تحصل؟ طبعا انا لسه ما لبتلهوش اي طلب من اللي هو طلبه، بس وانا بجد مستغربة ومش عارفة اعمل ايه. هل اوافقه على اللي هو بيقوله ده؟ واكيد لو وافقته هيتعود عليه، يعني فعلا اللي هو بيقول ده عليه حلال ولا حرام؟ يا ريت يا جماعة حد يفيدني ويقول لي اوافق ولا ارفض، ولا اعمل ايه في المصيبة والورطة اللي انا فيها دي. مستنية رأيكم في التعليقات.